تعال اقول لك اهم 5 اضافات لازم يكون عندك في فيجوال ستوديو كود، وبجد الاداه الخامسه مش هينفع تكون مطور ويب ومش عندك. اولا اداه كود سناب، اكيد بعت كود لصاحبك قبل كده وكان كل مره يشتمك عشان الكود شكله يقرف، وبصراحه عنده حق. الاداه دي بقى هتخليك تحفظ الكود بشكل احترافي جدا، ومش بعيد لما تبعته لصاحبك يسالك انت عملت كده ازاي اصلا. ده بعيدا عن ان ما ينفعش يبعت اكواد في شات كده، عيب، احنا مبرمجين كبار دلوقتي. تاني اداه معانا وهي اداه اندنت ليمب، اكيد قبل كده اتحاولت زيي وانت بتعد المسافات 1 2 3 وما بتكونش عارف الكوز ده جاي منين ولا رايح فين، مين بتاع ايه. عايز اعرف فيه ايه، انتوا ايه واحنا مين، ودول ايه ودول ايه. اهي الاداه دي بقى بتلون لك الاندنتيشن وبتخليك تشوف كل قوس بتاع مين بسهوله. بجد الاداه دي مش رفاهيه ولازم تكون عندك. تالت اداه معانا وهي اداه براكت بير، ودي بقى يا معلم بتكمل وظيفه اللي قبلها، بتلون لك الاقواس بالوان مختلفه وهتخليك شايف الكود انضف واحسن. رابع اداه معانا وهي اداه بريتير، الاداه دي بتعمل فورمات للكود تلقائيا وبتخليه شكله نضيف ومرتب، ومهم جدا لو بتشتغل على HTML و CSS وجافا سكريبت اللي هو فرونت اند زي حالاتي، وهيخلي شغلك شكله احترافي. بس طبعا ما ينفعش تكون مبتدئ وبتستخدم الاداه دي، لان في حاجات انت مش هتكون فاهم هي حفظتها بالطريقه دي بالشكل ده ليه. فطبعا لو انت مبتدئ لازم تكون عارف كل حرف جه منين وليه. خامسا واخيرا وهي اداه لايف سيرفر، بجد انت لو بتشتغل ويب فانت الاداه دي ما ينفعش تكون مش عندك. بص، هي وظيفتها الاساسيه انها تشغل لك سيرفر محلي عندك على الجهاز، بحيث يعني تشوف عليه الموقع بتاعك وكده. بس الوظيفه الاساسيه ليها وهي الهوت ريلود، ودي ببساطه مع كل تعديل عندك في الكود بتظهر لك ديكته فورا عندك، بدل ما انت طبعا تعمل سيف وريلود وهكذا. وده طبعا هيوفر عليك وقت كبير، زي ما قلت في فيديو فات قبل كده، وقت في مجالنا يعني فلوس. بس طبعا لازم تكون الاول مفعل عندك الاوتو سيف عشان تشتغل، وما تنساش تحفظ الفيديو ده لانك اكيد هتحتاجه بعدين. وانا نور ودي قناه روسكود، سلام.